السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم جيت نشارك معكم سلطه. شكون اللي ما كيبغيش السلطه المغربيه؟ كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف، بمذاقات اللي مختلفه. تقدري تضيفي فيها اي حاجه كتعجبك نتيا. مهم كتجي غزاله بزاف. جيت نشارك معكم هاد السلطه، ديجا شاركت معكم وحده، ولكن قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه حتى هي جات غزاله بزاف ورائعه. ما تمشيو فين، خليكم معايا تكتشفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخذ الخضره اللي عندنا، استعملوا نتوما الخضره اللي كتبغيو واللي متوفره في الاسواق. يعني بعض المرات كنلقاو شي خضره كاينه شي حاجه ما كايناش. مهم انا خديت خضره اللي مولفه كنستعملها ديما: خيزو، كورجيت، لوبيا، الباربه والبروكولي والبطاطا كيف العاده والفلفله. المهم هادشي اللي كاين. قطعت الخيزو بحال هكا، وحتى الكورجيت قطعتهم بحال هكا. بالنسبه للبروكولي والفلفله، الفلفله غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغادي ندخلها للفرن حتى تشوى ليا. صافي. وبالنسبه للبروكولي غادي نغسلو في الماء والخل مزيان، ومن بعد غادي نبخرو وندير فوق منه شويه ديال الملح وكنخليه يتبخر. انا كناخذ كوكوت كنوضع فيها الخضره تسلق ليا والفوق كندير الكسكاس في نفس الوقت كتبخر ليا البروكولي. بالنسبه للكورجيت درتو في الكاسرونه، درت معاه الثومه، ورقه سيدنا موسى والملحه وخليته يطيب. الفلفله ديالي واجده، يعني وجدت ليا. صافي غادي نحيد ليها ديك الجلده ديالها. ها نتوما كتشوفوها هي طابت. تقدروا تشويوها الا بغيتو، ماشي مشكل. انا كنفضل انني نستعملها في الفرن، حيت ملي كنشويها فوق من البوطه كتمنعوشكم كترول لي الدنيا. هي كتعطي واحد البنه ديال الشوا زوينه رائعه، ولكن كترون لي الدنيا. المهم كنفضل انني ندخلها الفران. صافي غادي نحيد ليها الزرعه وغادي نقطعها. بالنسبه للخضره ديالي انا ما وريتكمش كلشي، يعني راه باين ما كاينلاش نبقى نوريكم. يعني هذه خصها تسلق، وراه باين انكم غتسلقوها في الماء والملح. بغيت يعني نختصر لكم المفيد. الخيار قطعته بحال هكا هانتوما كتشوفوا. الخس غسلته مزيان في الماء والخل 2 مرات يتغسل مزيان. صافي. ودابا غادي ندوز نشحر الخضره ديالي. اول حاجه غناخذ الكورجيط غادي نشحرو، غادي نوضعو في مقله. هانتوما كتشوفوا. بالنسبه للكورجيت الخضره كامله انا ما كنبغيش نسلقها بزاف. حاولوا انكم ما تسلقوهاش بزاف، حيت سلقتوها ومازال غادي تعاودوا انكم تشحروها غادي تعجل لكم. دونك خليوها شويه تكون باقا شاده في راسها. ماشي مشكل. هي اصلا الخضره خاصها تبقى شويه شاده في راسها، يعني ما تسلقش بزاف كاع حتى كتبدل ليها اللون وكتولي معجنه. ما علينا. بالنسبه للكورجيت زدت ليها الكمون، معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، معلقه صغيره ديال الكمون. الابزار غير تقريبا راس معلقه ديال الابزار باش ما تجيكمش حاره، ودرت زيت العود. صافي. وغادي نضيف ليها شويه ديال الزيت العاديه. درت ميلونج ما بين الزيت العاديه وزيت زيت الزيتون. زيت الزيتون ما عنديش بزاف، يعني يلا غادي يكفيني في الخضره. غادي نضيف ربيع. بالنسبه لهذا الربيع غير جربوه في الدار، كيجي اكثر من رائع. كناخذ الربيع يكون جديد، كناخذ الثومه تقريبا واحد كموسه ديال الثومه كنقيها ونطحنهم مع شويه الملحه، وكنضيف ليهم الزيت ونخليهم في ديك القرعه ونغطيها بالسلوفان، نغطيها وندخلها للثلاجه. كتبقى عندي حتى شهر، كتجي رائعه. كنديرها هكا في الطواجن، كنديرها في الحوت، كنديرها في السلطه، كتجي غزاله. غير جربوها وردوا عليا. المهم علينا. بالنسبه للرز الرز سلقته حتى هو في الماء والملحه ودرت معاه شويه جلبانه. غادي نضيف ليه الطون، استعملوا نتوما الطون اللي كيعجبكم. انا ما غاديش نقول لكم زعما استعملوا هذا الطون هذا مفضل، وانا ما باغاش ندير الاشهار، ولكن استعملوا الطون اللي كتكون نوعيه جيده باش حتى في البنه كيجيكم رائع وكيجيكم غزال بزاف. ما علينا. درت انا هنا 2 حكاك ديال الطون، ضفتهم للرز. كنضيفهم بالزيت ديالهم، اصلا هاد النوعيه ما فيهاش الزيت بزاف. المهم درت مع هذاك الزيت ديال الطون. ضفت ليه المايس.
غنضيف ليه البزار تقريبا نص معلقه ديال البزار، وغادي نضيف ليه الخل تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الخل. كنبغي انا الشلاضه تكون محمضه، يعني كتجي بنينه. هنا المايونيز غادي نضيف 2 معالق كبار ديال المايونيز. غادي نحرك جميع المكونات اللي عندي، هانتوما كتشوفوا، وصافي. كنوضع الرز ديالي، كنوضعو في المول اللي كنكون داهناه. هنا راه ما كيصحاب لي كنصور المول اللي كنكون داهناه بالزيت، اي مول كندهنو بالزيت، كنوضع فيه داك الرز، كنمعس مزيان وكنخليه في الثلاجه باش يشد فراسو. عاد ديك الساعه كن يعني كنوضعو في الطبق اللي غنحط. بالنسبه للوبيا حتى هي غادي نخليها تشحر، الكمون والملحه، البزار والزيت والربيع اللي قلت لكم اللي كيكون رائع. هو فيه الثومه اصلا، داكشي علاش كتشوفوا انني ما كنديرش الثومه وما كنضيفش الملحه، حيت فيه الثومه وفيه الملحه. الا كنتم مستعملين هكا، ما كانش عندكم بحال هكا هاد الربيع اللي انا مصايبه، غتضيفوا الربيع، غتضيفوا الثومه والملحه. يعني الملحه على القياس ديال هذا ديال المذاق اللي كتبغيو نتوما، ما تكثروش الملح بزاف. صافي ضفت الزيت العود وغادي نخليه يتشحر. بالنسبه الباربه ما تقطعت ليا في الاول، ضفت ليها الزيت، ضفت ليها البزار، ودابا ضفت ليها سكر كلاصي او سكر ثقيل والخل. والله غير جربوا هاد الطريقه، حيت شحال من واحد علق ليا بان الباربه ما كتجيش معاها السكر كلاصي. بالعكس كتجي رائعه، والله الا كتجي غزاله بزاف وتكون محمضه. يعني ضروري ديروا معاها الخل باش تكون محمضه. كاين اللي كيضيف الربيع حتى هو كيجي معاها زوين، انا اكتفيت غير بهذا الشيء. صافي كتجي غزاله. بالنسبه للفلفله حتى هي غادي نضيف ليها كمون، الربيع اللي عندي مع الثومه، وغادي نضيف ليها الملحه تقريبا واحد نص معلقه، يعني ما عامراش ديال الملحه. صافي وغادي نحرك المكونات كاملين اللي عندي، وصافي ها هي الفلفله ديالي واجده. بالنسبه للبروكولي ديالي، من بعد ما بخرته ما تخليوش يطيب بزاف باش ما تشتش لكم، وخليو طريفات يكونوا شويه كبار كيف كتشوفوا. يعني انا شديت بروكولي خديته شويه صغير، قسمتها غير على جوج، وكيف قلت لكم بخرته مع شويه ديال الملح. غادي ندير ليه الماريناد ديالو، درت الخل تقريبا واحد 2 معالق ديال الخل يكونوا عامرين، الزيت، وغادي نضيف ليه البزار وشويه ديال الملح القليل، ما تكتروش من الملح حيت اصلا ديجا سلقته بالملح. صافي غادي نطرب ديك المكونات اللي عندي مزيان، وغادي نخويهم فوق من البروكولي. صافي وها هو واجد، نحطه على جنب ونشوف نكمل المكونات اللي باقا عندي. بالنسبه للخيزو انا ما شحرتوش، بغيت نخليه محمض. درت ليه غير هذا الربيع اللي عندي والبزار والخل، صافي وشويه الزيت. الفلفله راه شفتوها كيفاش صايبتها حتى هي، شاركتها معكم قبل، كتجي حتى هي رائعه. صافي اللوبيا واجده، بقات لي دابا غير البطاطا سلقتها حتى هي في الماء والملح، ما تخليوهاش تسلق بزاف حتى تشتت لكم وتولي معصده. صافي كنسلقها انا وكنخليها، كنطفي عليها ونخليها شويه في الماء سخون ديالها، عاد من بعد كنصفيها. هنا ضفت الخل تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الخل، 2 معالق ديال الزيت. غادي نضيف البزار، نص معلقه ما عامراش ديال البزار باش ما يجيكمش حار.
صافي وغادي نخلط المكونات كاملين اللي عندي. الملحه ما غاديش نضيفها حيت دقت البطاطا لقيتها هي هذيك في الملح. هنا كاين اللي كيبغي يضيف الربيع، كاين اللي كيبغي يضيف الكمون، كاين اللي كيبغي يضيف البصله، كاين اللي كيبغي يضيف المايونيز مع البطاطا. يعني داكشي كيبقى اختياري ليكم نتوما. بالنسبه للزواق يعني داكشي اللي غادي نزوق به، خديت البيض ديال السمان، الزيتون، لادند فيمي والفرomاج حتى هو. وهاد العويدات كنزوقوا بهم، يعني راه كيتباعوا باكيه ب 18 درهم، راه يمكن 18 درهم ولا بحال هكا. كتبقى عندك كتستعمليها شحال من مره. كتزوقي بها سلطات المهم كتجي غزاله في الديكور. خديت لادند فيمي قطعته على هذا الشكل وغادي ندورو العويدات. ضروري انا كنمسحهم ملي كنجيبهم كنمسحهم كتعرفوا يعني. المهم ديك الميكا الغبره تقيسهم ولا شي حاجه صافي. يعني بالنسبه للديكوراسيون راه شي حاجه اللي بسيطه وسهله، ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه بزاف. وهنا غناخد فرomاج يعني بلوك لافاش كيري، غادي نقطعو طريفات على شكل مربعات صغيره. غادي ندير النص بلادان فيمي والنص بالفرomاج كيجي غزال حتى هو كيجي رائع. كيف قلت لكم يعني الزواق راه شي حاجه اللي سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. كيبقى داكشي اللي متوفر عندكم وداكشي اللي كتبغيو نتوما. صافي غادي نقطعو على شكل مربعات بحال هكا. وغادي ناخد داك العويدات غادي ندير الزيتون، درت زيتون خضر، درت دوك المربعات ديال الفرomاج والبيض السمان. المهم نتمنى تكون الطريقه واضحه ومفهومه. صافي غنكمل المكونات كامله اللي عندي وها هما واجدين. صافي غادي نحطهم هكا. كنظم شغلي ما كذبش عليكم، كيجيني داكشي ساهل. بالنسبه للخضره نسيت ما قلت لكم راني سلقتها بالليل وفي الصباح، يعني ماشي كلها سلقت اللي غتصبر لي الا البطاطا والروز خليتهم حتى الغد. شي لاخر سلقته بالليل باش تبقى ليا داكشي ساهل. هانتوما كنبقى غادا بمرحله بمرحله. دابا خديت المايونيز اللي غادي نحطو مع السلطه، غادي نسمو. درت معاه شويه ديال الزيت والخل باش ما يكونش ثقيل بزاف. وضفت ليه الابزار، ومن بعد ضفت ليه حتى هذاك الربيع اللي انا مصايبه ديجا مع الثومه. جا واحد المذاق اللي رائع طوب غزال بزاف. صافي غادي نخلط المكونات كاملين وغادي نحطو. ملي غنبغي نكمل الشلاضه ديالي ونسالي غادي نحطو في الطبيسلات ولا دوك المعالقات الصغار كيجي حتى هو غزال وبنين. الطبق ديالي غادي نفرش ليه الخس. صافي الخس دورته على داك الطبق كامل اللي عندي. كيف قلت لكم الخس ضروري تغسلوه مزيان مزيان حيت هو كيكون فيه الداخل كيكون فيه الحشرات والتراب. غسلوه 2 مرات ولا 3 المرات بالخل والماء، كيحيد منه داك الخل كيحيد منه ديك الميكروبات كامله اللي فيها. انا استعملت هذا النوع ديال الخس صراحه كيعطي واحد المنظر زوين. واستعملت هذا النوع اللي كيكون اسود يعني خص كحل. صافي هذاك شلاضه ولا الرز اللي عندي خرجته من الثلاجه وضعته في الطبق. من بعد ما فرشت ليه الخس حتى هو ودورت عليه الخيار. هانتوما كتشوفوا شي حاجه سهله. استعملوا اي مول عندكم. ما عندكمش مول، ديروا غير زليفات فيهم الرز وضعوهم الوسط. غادي نحط الخضره اللي عندي كامله. المهم خليكم معايا باش تشوفوا.
كتجي رائعة على شكل مذاقا، كتجي غزالة بزاف، والله جربوها وكنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعطوا ليا في التعاليق. ما تنساونيش بلي لايك، كثروا لي لايك، حيت لي لايك هما اللي كيخليو الفيديو ديالي يظهر وتكون عندي نسبة الظهور يعني مرتفعة وعالية. كنقول لكم شكرا بزاف، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة. خليت لكم الراحة.